السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. اليوم إن شاء الله راح ندير واحد لاغوسات تاع الخبز. تبعوا معايا الفيديو للآخر باه تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله في المقادير. عندنا 2 كيسان تاع ما يكون دافي، نزيدو 2 ملاعق كبار تاع سكر، ونزيدو ملعقة كبيرة تاع خمارة تاع الخبز، ونضيفو 3 ملاعق كبار تاع زبدة تكون ذايبة وتكون دافية، ونخلطو المكونات مليح. ونزيدو لهم الفرينة والملح. نبداو نزيدو في الفرينة غير بشويه. انا رايحه نخدمها في البيتخا، واللي ما عندهاش البيتخا تقدر تخدمها غير بيدها نورمال. نبداو نضيفو في الفرينة غير بشويه. بعد ما عجنتها مده 5 دقائق ندير لها الزيت من الفوق ونغطوها مليح ونخليها تخمر. من الاحسن نخليها في بلاصه دافيه باه تخمر لي مليح. بعد ما خمرت لي العجينه تاعي نقطعها على 11 خبزه، يجو ملاح يجو متوسطين. اكدوا لي على الطريقه اللي حليت بها العجينه. اغرقوهم بيان باه ما ينفتحوش. كي نكمل قاع هذوك الخبزات تاوعنا نخلوهم يخمروا مدة 10 دقائق. مور ما خمروا لي ندير لهم البيض مع القهوة، ونزيد لهم السانوج والشوفان اذا تبغوه اللي متوفرة. شوفوا هنا مور ما طابولي جو ما شاء الله. جربوها لاغوسات ما راحش تندموا، يجوا مقطنين ويجوا فارغين من الداخل. زدت لافارس، درت بولي اشي، زدت له لي زيبيس، وزدت الكريم فريش، وزدت الفرماج. وهنا كنت نعمر في لي ساندويتش تاوعي، جو بزاف بنان. ان شاء الله وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تجربوها، تشاركوا الوصفة مع اصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. ايضا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.